كل سنة وانتم طيبين. عيد فطر سعيد علينا جميعا ان شاء الله. ربنا يتقبل مننا رمضان يا رب ويعتق رقابنا من النيران، وربنا يعود علينا اعواما عديدة لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. بصوا بقى، اللحظة اللي انا ببقى جاهز فيها ضيافة العيد دي تبقى اسعد لحظة عندي. طبعا بقى بنبقى طول اليوم مهلكون شغل وتنظيفات العيد، ومن قبلها بيومين 3 كمان غسيل سجاد بقى وترويق مطبخ واوض ودولاب وكنيس ومسح وغسيل. فيعني اللحظة اللي بنوصل فيها لان احنا خلاص بنجهز بقى وبنقدم ضيافة العيد، بحس بقى بالراحه النفسيه وبحس ان انا خلاص خلصت كل الشغل اللي ورايا. كل سنه وانتم طيبين يا بنات، ربنا يبلغنا جميعا يا رب اللحظه دي كل سنه اللهم امين، وربنا يديم علينا نعمه الامن والامان يا رب. بصوا بقى يا بنات، انا عندي العمود اللي هو الصيني ده، انا كنت عاوزه اقدم عليه بصراحه، بس انا قلت لو احتاجته هحط عليه. انا في الاول هحط في البوكس الجولد اللي ورا ده. بصراحه هو كويس جدا، حتى متقسم تقسيمات كده كويسه على قد الكعك والبسكويت بقى والبيديفور والغريبه والكلام ده. فهو كويس يعني. انا في الاول بحط فيه، لو احتجت بقى ان انا اكمل في العمود ده بكمل فيه، لكن انا مش هحتاج خالص. والعلبه اللي انا بعبي فيها دي كفايه يعني، ووقت ما تخلص او احب ازود فيها هزود فيها كمان. واجمل حاجه فيها بقى ان هي بغطا، فانا بعبي كل اللي انا عاوزاه وبقدر ان انا اتحكم فيه، يعني ان انا اغطيه بالغطا بتاعه. لكن طبعا زي ما احنا شايفين العمود ملغوش غطيان، فدي اكتر حاجه يعني بتضايقني ان انا احط ضيافه العيد او ارصها على العمود ده. فانا بفضل زي ما احنا شايفين العلبه دي، طبعا زي ما قلت لكم عشان موضوع الغطا اغطي على حاجه وكده. كل الحاجات دي يا بنات انا شارياها. انا بصراحه ما عملتش اي حاجه بقى، لا كحك ولا بسكويت ولا بيديفور ولا غريبه ولا اي حاجه. السنه دي عملتها في البيت. كل الحاجات دي انا شارياها جاهزه من بره. بيبقى لها فرحة بصراحة لما بسوي الحاجات دي في البيت، وريحة الطياب بتاعتها كده تبقى مالية البيت، والعيال بقى تقعد تنقش بالمناقيش الكحك والكلام ده. بس بصراحة انا يعني ما كانش عندي وقت خالص ان انا اعملها السنة دي، فطبعا اشتريت الحاجات دي جاهزة. بس ان شاء الله العيد الجاي ربنا يدينا الصحة وان شاء الله نعمل الكلام ده مع بعض على القناة. بصوا بقى هنا يا بنات، انا بصراحة ما كنتش عاوزة احط قراقيش، لكن جوزي قال لي لا حطيها عشان لما تعملي لي شاي اكل قراقيش مع الشاي. يعني هو مش من النوع اللي بيفضل الحلويات قوي يعني. لو انا قدمت مثلا كاستر، قدمت جيلي، قدمت حاجه من الحلويات اللي انا عاملاها، بيقول لي لا اعملي لي شاي وهاتي لي كده قراقيش او هاتي لي بكحكه او بسكويت اكل بالشاي. فعشان كده انا فضلت ان انا احط له طبعا القراقيش بدل ما ارجع احط له في طبق لوحده. لا انا هحط هنا مع العلبه ديت مع الكحكه والبسكويت وكده. عندي حاجات كتير يا بنات احط فيها ضيافه العيد، بس انا بصراحه دي افضل حاجه انا برتاح فيها هي العلبه دي، خصوصا يا بنات زي ما قلت لكم عشان الغطا. دبانه رايحه دبانه جايه، لا ابقى انا مطمنه ان الحاجه اللي انا حطاها متغطيه عليها ونضيفه وكويسه. بصوا بقى، انا عاوزه اقول لكم ان ضيافه العيد دي انا بحطها يوم العيد الصبح بعد ما صلوا صلاه العيد، فالكل بقى بيمد ايديه وكل عايز يدوق ياخد. بس انا طبعا يعني مسيطره عليهم، ما حدش يحط ايده هنا، انا مجهزه الحاجات دي للضيوف، اللي عاوز حاجه يروح ياكل من المطبخ. بس طبعا الكلام ده بيمشي على الكل الا احمد، هو بيصمم هياخد من هنا يعني هياخد من هنا. طبعا ما برضاش ازعلهم يعني، يوم عيد وكده واطفال، وكل سنه وكلنا طيبين يا رب، واولادنا بالف خير وسلامه. ربنا يخليهم لنا ويخلينا لهم وندلعهم يا رب، ونحسسهم دايما كده بالامان وبالاستقرار، وربنا يكرم كل مشتاق يا رب. طبعا العيد بقى ما يحلاش الا بوجود التسالي، لازم نحط اللب بقى والسوداني بتاعنا والكلام ده هينفعنا بقى واحنا قاعدين كده بالليل نتفرج على افلام ومسرحيات العيد. بعد ما حطيت هنا الحلويات يا بنات افتكرت ان انا لسه في لب اسود ما حطيتهوش، وكمان انا كنت عاوزه الحلويات في طبق لوحده، لان طبعا يعني المساحه الصغيره اللي في الاطباق ديت ما كانتش هتاخد كميه كبيره من الحلويات. عشان كده انا جبت اللب الاسود ده هنا، لب عباد الشمس. وقلت هخلي بقى الحلويات مع بعضها في طبق واحد. الطبق ده انا كنت بفكر ان انا ابدل، يعني اجيب اللب في الطبق المتقسم ده واودي الحلويات هناك، لكن انا بصراحه كسلت ارجع ابدل تاني، وخصوصا ان انا كنت يعني بخلص بسرعه عشان خاطر طبعا اخواتي جايين يعيدوا عليا وكده، وكنت عاوزه اجهز كل حاجه قبل ما يجوا. فانا قلت هسيب كل حاجه زي ما هي. يعني كمان اللي ساعدني ان انا اسيب الطبق زي ما هو كده، لان هو كبير هياخد انواع كتير من الحلويات، وانا عندي انواع كتير برضو عاوزه اقدمها، فسبت كل حاجه زي ما هي. طبعا الطبقين التانيين ما كانوش هياخدوا كميه زي اللي الطبق ده واخده. هنا بقى كنت جهزت كل حاجه ووزعت كل حاجه، فاضل بس ان انا اظبط كده الترابيزه اللي هقدم عليها الحاجه بتاعتي. المفرش اللي موجود عليها ده مفرش فرو كده، حاساه مودرن قوي والصالون كان كلاسيك، انما المفرش ده ماشي كده مع الكلاسيك، عشان كده شلت الفرو وفرشت المفرش ده. هبدا بقى ارجع كل حاجه مكانها تاني، وهجهز كل حاجه على التقديم على طول. كان فاضل عندي في الوقت ده السوداني لسه ما قدمتهوش، فانا هجيب كده طبق كبير جولد كده. الطبق ده هحط عليه على نصه كده سوداني ونص تاني هسيبه فاضي، بحيث
بحيث ان انا يعني اللي ياكل سوداني يحط القشر في المكان الفاضي. وكمان هقدم ترمس، فالمكان ده برضه هينفع نحط فيه اللي ياكل حاجه بالهنا والشفا يعني يحط في الجزء الفاضي ده القشر بتاع الترمس او بتاع السوداني. في الوقت ده انا كنت جهزت كل حاجه، وحتى كانوا رن عليا اخواتي وقالوا احنا جايين نعايد عليكي، عشان كده رحت جبت كاستر وجبت جيلي من التلاجة، وكمان كنت نسيت الترمس هجيبه. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم مع حبايبكم يا رب، وكل سنه وحبايبنا معانا، وربنا يبلغنا كل عيد يا رب واحنا بكامل صحتنا وعافيتنا يا رب، ومعانا كل حبايبنا حوالينا. ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.